أسعد الله مساءكم متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. الوضع العالمي المصري وعلاقة مصر بالغرب والوضع العالمي في الحرب الأوكرانية الروسية وعلاقة مصر حاليا بالدول الشقيقة أو الدول العربية. عايز أتكلم النهاردة في صحيفة أمريكية شهيرة بقالها تقريبا حوالي 48 ساعة يوميا تكتب مقال لتثير اهتمام الغرب عن مصر وعلاقتها مع روسيا، وعن ان طبعا كلنا نعلم جميعا ان روسيا عليها حظر دولي وغربي عن تصدير النفط او التصدير عموما وخاصة النفط، لكي ينهار الاقتصاد الروسي وتنهار الحرب الروسية على أوكرانيا. هذه الصحيفة تقريبا أكثر من 48 ساعة بتتحدث وتنوه لتشير وتيقظ الغرب بأن مصر من الدول التي تساعد روسيا على الحرب في أوكرانيا باستيرادها كميات هائلة مهربة من النفط إلى الموانئ المصرية. طيب، يعني لو فعلا الكلام ده أثبت على مصر، هل مصر هيفرض عليها عقوبات غربية؟ هل هذا الكلام أو هذه المقالات الشبه يومية من هذه الصحيفة الغربية الأمريكية الشهيرة حقيقة؟ طيب، هل مصر فقط هي ما تستورد النفط المهرب من روسيا؟ هل مصر الدولة الوحيدة التي تحطم القواعد وتتحدى القرارات الغربية؟ هقول لحضرتك مبدئيا حقيقة ويعلمها الجميع أن هناك عقوبات غربية مفروضة على روسيا من قبل الغرب والولايات المتحدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكي ينهار الاقتصاد الروسي. فعلا، ودي حاجة مش يعني الصحيفة ما جابتش حاجة جديدة، دي حاجة مؤكدة إن مصر بتحصل يمكن على حمولات، أقل حمولة أكثر من 70,000 برميل إلى تحضر من المواني، تخرج من المواني الروسية من النفط إلى المواني المصرية على البحر الأبيض المتوسط، وتقوم مصر بخلط هذا النفط بالنفط المصري وتصدره للدول الغربية. ده شيء مباح ومتاح وحق أي دولة إن هي تستورد أي مواد من أي دولة وأي منتج من أي دولة، وممكن إن هي تدوره وتبيعه وتتربح فيه. ولكن المشكلة هنا إن الغرب باللغة العامية بيتلكك للدول العربية وبيتلكك لمصر ولروسيا، لأن هو عايز يهدم الاقتصاد الروسي عشان روسيا تنهزم في الحرب ضد أوكرانيا. لأن كلنا نعلم أن الدولة أو الدول التي تساعد أوكرانيا وتتصدى لروسيا هي الغرب، وعلى رأسهم ماما أمريكا. طيب، هل ده يسبب لمصر عقوبات؟ ما أعتقدش ولا هيكون، لأن ده حق مكتسب من أي دولة لأي دولة إنها تجيب أي صادرات وتصدرها مرة تانية. طب هل هي مصر لوحدها؟ مصر السعودية اللي هي السعودية أكبر دولة منتجة في عالم النفط، بتستورد الفترة الأخيرة دي وخاصة في 2022 النفط الروسي وتدمجه بالنفط السعودي وتصدره لدول العالم. ليه؟ للتربح أولا، ثانيا لمساعدة روسيا على الحرب في أوكرانيا. هذا ما يغضب الغرب من مصر ومن السعودية. هل سيتم فرض عقوبات؟ لا أعتقد ذلك. العقوبات اللي بتشدد عليها روسيا خاصة في استيراد النفط الإيراني، لأن إيران إذا صعدت إيران انخفضت إسرائيل وأمريكا تخشى على إسرائيل. طب نرجع نقول تاني في النفط اللي هو الفنزويلي عليه عقوبات،
ونرجع نقول في الفترة الأخيرة دي أمريكا يعني بتفرض عقوبات على العالم، تفرض عقوبات على العالم على صادرات معينة زي النفط وخلافه. ولما حدثت الأزمة الحالية بأزمة الغاز والنفط العالمية التي حدثت في 22 بسبب قيام الحرب الروسية الأوكرانية وقلة إنتاج النفط وفرض العقوبات على النفط الروسي اللي كان بيغذي أكثر من 50% من دول أوروبا، ابتدت أمريكا هنا تاخد نفط مسروق يباع لها من الباطن من إيران ومن فنزويلا. إذن أمريكا تطبق وتصدر قرارات وتطبقها على الدول الفقيرة والدول الضعيفة فقط لا غير، لكن هي من تصدر القرارات وهي من تخالف القرارات لصالح شعبها ولصالح اقتصادها. دي أمريكا. طيب، الصحيفة دي بتثير بقالها أكتر من يوم، وشفت لها أكتر من منشور وقمت بترجمته، ولكن في النهاية أعتقد 99% كل ده كلام يضرب به عرض الحائط، لأن مصر دولة ذات سيادة ودولة غير تابعة، لا تابعين للغرب ولا إحنا دولة تابعة للروس ولا للصين، دولة ذات سيادة ونعتز بذلك. طيب، إيه هي آخر إجراءات ونهاية آخر الوضع الأوكراني الروسي؟ الوضع الأوكراني الروسي على يعني ملتهب تماما، دفاعات قوية جدا حول مدينة تسمى مدينة بخموت. مدينة بخموت دي مدينة أوكرانية، هذه المدينة مدينة استراتيجية. يعني استراتيجية، الموقع اللي هي بتمتاز به موقع يعتبر زي ما بنقول احنا باللغة العامية مفرق لكل الطرق، فإذا وقعت هذه المدينة في يد الروس انقطعت طرق الإمدادات عن العاصمة الأوكرانية كييف، وهنا تكون العاصمة الأوكرانية كييف على وشك الانهيار والسيطرة عليها. وإذا انهارت عاصمة أي دولة في ايد أي قوات غازية وقوات محتلة، هنا سقطت الدولة. لذلك الروس يصرون إصرار ودفاع وهجوم مستميت للحصول على إحكام القفل على مدينة بخموت، والأوكرانيون يدافعون ببسالة. هناك إمدادات ومساعدات غربية وكلنا نعلم، ولكن في الفترة الأخيرة دي تقلصت. ليه؟ لأن النهاردة أمريكا والغرب ساعدوا أوكرانيا بمئات المليارات، مما جعل هناك غليان في الشارع الأوروبي والشوارع أو في داخل دول الحلف اللي هم أكثر من 42 دولة. قال لك كفاية مساعدات لأوكرانيا بالمليارات. فالنهاردة قلت المساعدات، ولكن ما زالت هناك مساعدات لأوكرانيا، وأوكرانيا تدافع باستماتة وتطلب المزيد من السلاح، والغرب لن يدخر جهدا في الحصول على المدينة الحالية اللي هي مدينة بخموت. زي ما قلت لحضراتكم دي مدينة استراتيجية ذو موقع متميز، لأن لو تم السيطرة على هذه المدينة هنا سيكون الطريق بسيط وسهل إلى العاصمة، وإذا سقطت العاصمة انتهت أوكرانيا، وهنا يتم التفاوض. الفترة القادمة اللي جاية نرى العالم جميعا أحزاب، أمريكا ودول الناتو، روسيا والصين وكوريا وإيران، ومن الباطن الدول العربية. احنا نتمنى انتصار الدول روسيا على أوكرانيا لخلق نظام موازي للنظام الغربي الذي يحكم العالم بألف مكيال. يحكم العالم حاليا النظام الغربي الذي صنعته أمريكا وأمريكا تقود العالم بهذا النظام. روسيا تسعى لخلق نظام موازي للنظام الغربي ليكون هناك قطبين يحكمون العالم، القطب الروسي الصيني والقطب
الغربي الحالي. نتمنى إن شاء الله الفترة القادمة البسيطة القادمة تنتصر روسيا. أنا أتمنى ذلك، أن روسيا تنتصر ليسقط النظام الغربي وتسقط الهيمنة الأمريكية، ولكن مش بسهولة ومش بالطريقة اللي احنا متصورينها. هناك ضحايا بالآلاف من الجانبين. لسه الفترة الأخيرة الأسبوع الحالي بوتين أرسل إلى أوكرانيا أكثر من 700 جثة لقتيل في الحرب الأوكرانية للجيش الأوكراني، ويقال أنه أباد أكبر كتيبة قوات خاصة أوكرانية تدافع عن مدينة بخموت. إذن الحرب ملتهبة تماما، والوضع في أوكرانيا أو الأوكراني الروسي ملتهب تماما، والغرب يساعد ويدعم بالخطط وبالأموال وبالسلاح، وحفظ الله الإسلام والمسلمين. نتمنى أنا عن نفسي أتمنى انتصار الغرب، انتصار روسيا لتسقط الغرب. هذا ما يعني آخر الأحداث الحالية اللي أنا لخصتها لحضراتكم، وبعتذر الإطالة، وادعو حضراتكم اللي ما اشتركش في قناتي يشرفني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.